انتهت في اولى مباريات منتخبنا المصري مع كاب فيردي رأس الاخضر بفوز منتخب مصر بثلاث اهداف لا شيء. باقل مجهود منتخب مصر النهارده قدر ان هو يفوز على راس الاخضر باقل مجهود النهارده، وتوزيع الجهد كان باين جدا، وتنبيه من كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر. قدر منتخب مصر النهارده بثلاث اهداف، جولين في الشوط الاول وجون في الشوط الثاني. الشوط الاول رامي ربيعه من رأسيه ولا اروع ولا اجمل، وبعد منه عمر مرموش. استمتع بيها وانت بتتفرج على منتخب مصر، منتخب بلدك، منتخب مصر اللي دايما كلنا في ظهره ودايما وراه، وكل الدعم لمنتخب مصر في اولى مباريات، وبعد كده كمان المباريات اللي جايه يوم الثلاث القادم ان شاء الله الساعه 4 عصرا. لكن كمان في الشوط الثاني بعد التغييرات حصلت اصابه وخروج رامي ربيعه ومصطفى محمد، لكن بنزول ابراهيم عادل قدر يجيب الجول الثالث لمنتخب مصر عشان تنتهي المباراه بفوز منتخب مصر على كاب فيردي الراس الاخضر بثلاث اهداف. منتخب قوي، منتخب كبير راس الاخضر، معاهم كمان مدرب قدر يعمل سمعه وتاريخ لمنتخبه في وقت صغير. لكن مع مين؟ مع منتخب مصر مفيش مستحيل. النهارده رغم ان كان المنتخب اتجمع لسه من اول الشهر كله كامل، من يوم 1 في الشهر، ما لحقوش ان هم، حتى كان واضح النهارده ان اللعيبه موزعين المجهود البدني عليهم لان تعبانين مش قادرين، لسه راجعين من راحه سلبيه طويله. لكن قدر منتخب مصر النهارده ان هو يعمل مباراه جيده جدا على قد امكانيات الراس الاخضر. قدر ان هو كابتن حسام حسن كمان بتعليماته وتوجيهاته من خارج الملعب، كمان وجود محمد صلاح النهارده، النني، مصطفى محمد، رامي ربيعه، محمد هاني. لكن مش عايزين كمان ننسى النهارده مجهود كبير جدا في نص الملعب ليه مروان عطيه، ايضا النهارده محمد الشناوي، الاخطبوط الحارس العملاق، نزول مصطفى فتحي كمان زود الهجوم لمنتخب مصر. ظهر ابراهيم عادل اللي كلنا عارفينه بامكانياته مع المنتخب الاولمبي، جاب جول لمنتخب مصر. النهارده منتخب مصر رغم قله الجماهير ما راحتش الجماهير اللي كنا منتظرينها، ما راحتش الجماهير اللي كنا متوقعين انها تعمل المباراه، لكن قدر منتخب مصر النهارده بفوز ولا اجمل ولا اروع على كل منتخب مصر على 3 نقاط مهمه جدا في تصفيات الكاس الامم الافريقيه اللي هتقام في المغرب 2025. مبروك لمنتخب مصر، مبروك للاعيبه منتخب مصر، مبروك للجهاز الفني بقياده كابتن حسام حسن. ان شاء الله كمان نبارك لحضراتكم بالفوز الثاني على التوالي لمنتخب مصر باذن الله. النهارده كمان كان في اولى تجارب النادي الاهلي الوديه امام وادي دجله، وفاز النادي الاهلي بهدف لحسين الشحات. دي اولى مباريات الوديه للنادي الاهلي، وكانت تجربه قويه للنادي الاهلي، كان محتاجها قبل ما يقابل جورمايا الكيني في البطوله الافريقيه. كل التوفيق لمنتخب مصر، كل التوفيق للانديه المصريه فيما هو قادم ان شاء الله.